صراحة في الوقت اللي كنا مشغولين على التهمة ديال الفنان الكبير ديالنا سعد المجرد اللي فعلا مثل الراية المغربية في جميع البلدان العربية والأوروبية، اللي كانت صراحة مشكوك فيها، ونقدروا نقولوا بأنها مثلا على حسب التفاصيل وعلى حسب ما ما ذكرت المدعية، انه مثلا انه دخل معها وكذا وكذا، وبزاف ديال التفاصيل اللي اكدوا انه فعلا دارها وتمت محاكمته. ولكن فاش كنشوفوا مثلا ان بعد ما تم الاعلان على الحكم ديال سعد المجرد وقلنا راه عموما عادي، يعني راه يمكن دارها وغيتعاقب عليها، غيجي هذا الخبر ديال اشرف حكيمي اللي نزل على المغاربه بحال شي نجم، بحال شي حاجه اللي ما كتتصورش. يعني فاش كتشوف واحد النجم كبير وواخا ما عاش في المغرب وكذا، مغربي وتيتقاتل على الرايه ديال البلاد وشرف المغرب في بزاف ديال المناسبات، كما كنشوفوا دابا حاليا تيلعب في نادي كبير بحال باريس سان جيرمان وشرفنا في المونديال ديال قطر. يعني لاعب كبير وكيحترموا جميع الاطر، ويعني ما تتسمع عليه حتى حاجه. يعني باش يتهموا بهذه التهمه هذه، انا كنقول بانها مؤامره. لانه مؤخرا كانت مجموعه من الاضطرابات على مستوى العلاقات الدوليه والسياسيه بين فرنسا والمغرب على مستوى الافريقي بصفه عامه. انا كنقول بانها مؤامره يقصد من خلالها تشويه النجوم والاطر المغربيه التي تظهر على مستوى الأوروبي في مجموعة من المجالات، وبالتالي الأوروبيين والاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول سيأخذون نظرة سيئة على الاتحاد المغربي، لا من ناحية الكرة، لا من ناحية السياسة، لا من ناحية الفن، لا من ناحية بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لهذا الموضوع حاليا اللي كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي واللي واقع بالبلاد ديالنا، اللي كيأثر بطبيعه الحال بشكل مباشر او غير مباشر علينا حنا كمغاربه، هو الموضوع ديال متابعه مجموعه ديال الفنانين وكذلك مجموعه ديال المشاهير المغاربه من طرف الدوله ديال فرنسا، اللي من بينهم سعد المجرد، اشرف حكيمي واخرين. فبالنسبه لي تيبان لي انه هذا الموضوع واش عنده علاقه بالعلاقات السياسيه اللي وقعت بين المغرب وفرنسا، بحيث انه المغرب غادي وكيتطور وغادي واخد واحد النهج بطبيعه الحال تحت القياده ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. وهذه القضيه اللي بدات كتاثر على فرنسا، واش حيت الملك محمد السادس ولا المشاريع اللي تيداروا في الدول الافريقيه وكذلك في مجموعه ديال المناطق اخرى عنده تاثير، الله اعلم. واش حيت انه المغرب تيحاول يتخلص من ديك النزعه الفرنسيه اللي بقات لنا من الاستعمار، هذا امر اخر. ولكن حنا كمغاربه بطبيعه الحال ضد بحال هاد الافعال هادو اللي كتمارس في حق النجوم ديالنا وفي حق المشاهير بطبيعه الحال، لانهم تيمثلوا المغرب ولانهم ولاد بلادنا اولا واخيرا. تاش الحيتات كيحي اللي سوق داير بالضبط نكياك رتيني تهمه اللي سكرنا اشرف حكيمي ورتي قبل عقلينو شكون كياكل يرجح غير اللي نتكرت ولكن المنتخبات تبعت بزاف تبع تروانو، تبع احفادينو ارتفرج حتى كيعجبني الدريت اللي لعبنين، عجبني ارتي تقابالح وغاد اشرف حكيمي قال لاعب مغربي صفرحاح نفوغون نكياكل يفوغ نفوغ سوزنيق ارقيس اللاح اصيح الرايه مغربيه فرح بزاف زوديوي دوكاريوي. ولكن يتسعت نسفلت بان تهميان كي بعدا ورتقبح ليا كوري كان اللعيبه ولا السنح. اخويا القضيه ديال اشرف حكيمي بان لي بحال ظلموه، وجات في نفس النهار اللي عطوه يعني الجائزه. انا كنتمنى السلطه ديال المغرب توقفوا معاه وصافي. هادشي اللي كان اخويا العزيز. بالنسبه للتوتر كما قلت استاذي، يعني كيقولوا ما كان حتى شي حاجه، يعني كنتمنى ان شاء الله دوز هذه القضيه ما يكون عنده والو ان شاء الله.